السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من محتوى خيري من رياض. أنا عندي إعراب جمع التكسير. إعراب جمع التكسير هو نفس إعراب المفرد. تمام. تعالى بس الأول حاجة إن نعرف، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نعرف جمع التكسير. جمع التكسير قال لك هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين وتغير صورة المفرد عند الجمع. يعني إيه مثلا لما أجي أقول طالب، لا يا جماعة جمع تكسير هقول طلاب. هنا الشكل اتغير عن الكلمة دي، يعني مثلا لما أقول تلميذ أقول تلاميذ، كلمة برضه اتغيرت. تمام. تعالى نعمل جمع التكسير. جمع التكسير هو نفس إعراب المفرد، يرفع بالضم وينصب بالفتح ويجر بالكسرة، وهي علامات أصلية كلها. يعني مثلا في حالة الرفع أقول مثلا جاء الطلاب، فجاء هنا فعل ماضي، والطلاب هنا هتكون فاعل مرفوع بالضمة أهو، لأنه جمع تكسير. حالة النصب، حالة النصب هنا مثلا مررت، شكرت، آسف، شكرت الطلاب. الطلاب هنا مفعول به، مفعول به منصوب بالفتح لأنه جمع إيه؟ تكسير، لأنه جمع تكسير. تمام. الجر مررت بالطلاب بالكسر. الطلاب هنا اسم مجرور بالباء وعلامة جره بالكسرة لأنه جمع تكسير. يبقى ده إن شاء الله هيكون آخر درس معانا في إعراب الاسم الظاهر، لكن هنختم الفصل ده كله بقطعة إن شاء الله نحلها مع بعض أو نستخرج منها ونعرب ونعرب برضو أمثلة، بحيث إن هي تكون تدريب على كل الحلقات اللي أنت خدتها. يبقى أنت كده خدت الحلقات اللي فاتت كلها في بتذاكر معايا، عرفت القاعدة وفهمتها، خدت مثال واحد مثلا عليها، لكن مثال واحد ما يكفيش، لازم نحل بإيدك. إن شاء الله المحاضرة الجاية هتكون حل وتطبيق بس على المحاضرات كلها اللي أنت خدتها. انتظرونا وإن شاء الله تكون الحلقة الجاية في مستوى توقعاتك اللي هي ملهاش حدود. شكرا.